السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وده بقى اول يوم وصول لينا بعد ما استلمنا الشقق وارتحنا. نزلنا زي الساعة 4، كان في تجمع عشان تروحي رحلة يخت. بيعمل اول حاجة في البرنامج بتاعه ان اول يوم يوديكي رحلة يخت، بدل ما تروحي كده تنزلي بحر وبدل ما اليوم يضيع عليكي، لا بياخدك رحلة يخت وتنزلي في سباحة. بيقف في مكان هتشوفوا كده في الفيديو معايا. الناس اللي عايز تنزل تسبح شوية بياخدك من 5 ل7. بتكون اخر الرحلات اليخت في البحر اخرها الساعة 7، واحنا كنا من اخر الرحلات، يعني عبال ما جينا وقعدنا وارتحنا وكده واستلمنا. الساعة 4 نزلنا اتجمعنا وخدنا بالاتوبيس ودانا عند مرسى اللي في البوسيت، ورحنا بقى كده طلعنا باليخت. مشينا بقى في البحر لمدة ساعتين، وقف في مكان بقى الناس نزلت بقت تعوم شوية، وبعد الساعتين طلعنا. هتشوفوا بقى كل حاجة كده معايا في الفيديو. دي كانت البداية من بعد البوسيت. ده شاطئ الغرام. شاطئ الغرام فيه المحيط وفيه الخليج. هو بصوا سبحان الله، في النص كده رملة وهنا بحر وهنا بحر. اللي جنب الاولاني اللي هو الخليج، اللي هو يعتبر ايه مقفول. المحيط اللي هو بيبقى مفتوح. انا سألتهم. انا الغرام بصراحة ما رحتهوش خالص. انا رحت جنب الغرام، بحر جنب الغرام، نفس المية بتاعت الغرام بالظبط، بس ان الغرام بيبقى زحمة قوي في الوقت اللي انا كنت فيه. بس السنة دي برضو مش هروح الغرام. انا رحت نفس ميته بالظبط. البحر اللي جنبه بيفرق بينه وبينه بس كده حاجة، بس فاصل بين البحرين. ده الرملة اللي في النص دي بتفرق ان من المحيط للخليج. المحيط يعني المفتوح، والخليج اللي هو بيبقى مقفول. هنكمل بقى كده ايه رحلتنا. انت تابعوني بقى في الفيديو، ولو انتي اول مرة بيظهر لك الفيديو اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان تشوفي كل الفيديوهات الحلوة بتاعتي اللي بنزلها. واتمنى ان شاء الله يكون صيف سعيد على الجميع. وصلنا بقى والناس بدأت ان هي تنزل تعوم بقى وتستمتع لمدة بقى ساعتين، من 5 لحد 7. ودي بتبقى اخر رحلات يخت في مطروح لحد 7، لان البحور في مطروح كلها اخرها لحد 7. من بعد 7 ممنوع تنزلي مية. ان شاء الله الناس اللي هي بتروح حتى لوحدها من غير شركات، حتى لو انت رايحه مع شركه، مش كل شركه بتعمل رحله اليخت دي، بيبقى اختياري بتدفعي حقها. انما الشركه دي عاملينها لنا فري، هديه، يعني هديه من الشركه، ان انت اول يوم توصلي فيه بدل ما يوديكي بحر وكده ورمله وبهدله، لا بيوديكي رحله اليخت دي لمده ساعتين، تنزلي تستمتعي بالميه جوه النضيفه، وبعدين ترجعي على السكن بتاعك تاني. انت بتركبي اليخت منين؟ بتركبيه من منطقه البوسيت. بيلف بيكي بقى كده في البحر شوية، وبعدين بيركز بقى في مكان زي ما انتوا شايفين كده. الناس بتنزل بقى تستمتع وتعوم لمدة ساعتين. كل بقى اليخوت اللي هي بتطلع الرحلات دي بيبقى نفس الوضع، سواء الصبح او اخر النهار. كملوا بقى الفيديو معايا للاخر، وان شاء الله الفيديو يعجبكم، ونشوفوا بقى كده ايه اجواء الفيديو
واستمتعوا بقى معانا بالفيديو. وان شاء الله الناس اللي تروح مطروح تعمل لنفسها رحلات اليخت دي، هتستمتع جدا. كملوا الفيديو وما تنسوش تحطوا اللايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. خلصنا كده بقى رحلة اليخت بتاعتنا وراجعين تاني عشان نرجع بقى السكن. دي كده عند منطقة البوسيت كده عند المرسى. بصوا بقى المصيف ده مصيف هيئة قناة السويس، حلو جدا. لما انا سألت اللي هم الولاد اللي شغالين على اليخت فقالوا لي لانه بصراحة حلو، الفندق حلو والشاليهات حلوة. ده بتاع هيئة قناة السويس، جنبهم جنب المصيف ده بتاع هيئة قناة السويس في فيلتين بتوع المحافظ. ادي واحدة اهي والتانية كمان هتظهر اهي التانية، دول بتوع المحافظ. وهنا بقى المرسى اللي هو اليخوت كلها واقفة بتنزل الناس او تستلم الناس الصبح عشان تروح بيهم الرحلة بتاعتهم. نكون بقى على خير في فيديو جديد، وان شاء الله انتظروا مني باقي الرحلة. وما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو بنزله ان شاء الله ونفيد الناس. واشوفكم على خير. السلام عليكم.